التشرد مشكلة حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، فوفقا للحملة الوطنية لمكافحة الجوع والتشرد هناك أكثر من 3.5 مليون شخص في الولايات المتحدة بلا مأوى كل عام، وهناك الكثير من المشاهير الذين عملوا بجد للتغلب على المصاعب المالية. بالطبع هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الشخص أو الأسرة بلا مأوى، وبعض الناس يقعون ضحية للإيجار أو الرهن العقاري نظرا لفقدان وظائفهم أو تخفيض عدد ساعات عملهم بسبب المهارات المحدودة أو الاقتصاد المتعثر. وإليكم مشاهير مروا بظروف مشابهة. هيلاري سوانيك بدأت التمثيل عندما كانت في 9 من عمرها، وعندما كانت في سن 13 كان والديها مطلقين، ومع أن أمها آمنت بموهبتها انتقل سويا إلى لوس أنجلوس، وعاش الاثنان لفترة من الوقت تحت سقف سياراتهن، فلم يكن معها ما يكفي من المال للحصول على شقة. جيم كاري عانى الكثير من المشقة عندما كان صغيرا، فبسبب مرض أمه بمرض عقلي عندما كان عمره 16 عاما أنهك هذا الأمر كاهل العائلة بخسائر مالية جعلتهم يعيشون بالعراء لبعض الوقت. سيلفستر ستالوني الممثل الإيطالي الشهير كان بلا مأوى لفترة وجيزة، وكان لا ينام إلا في محطات للحافلات بميناء مدينة نيويورك، ولكن سرعان ما تغير الحال ليتقاضى في مستهل عمله الفني $2000 ساعدته على الوقوف على قدميه. كيلي كلاركسون كانت الفائزة الأولى بأمريكان آيدول، وعندما احترقت شقتها في لوس أنجلوس الأمريكية لم يكن لديها خيار سوى العيش في سيارتها لفترة من الوقت. ويليام تشانتر هو الممثل المخضرم، لعب أدوار الجادة والكوميدية، وقبل أن يشتهر لدوره في ستار تريك عاش الممثل الموهوب شاحنته الصغيرة، وقد فاز بجائزة جولد جلوب مرتين. هالي بيري ممثلة مذهلة مسقط رأسها بولاية أوهايو، عاشت في عدة ملاجئ للمشردين حتى أصبحت قادرة على تحمل شراء شقة. جينيفر لوبيز كل من أمها وأبيها لم يوافقوا على رغبة جينيفر لتسطير اسمها في هوليوود، ولذلك عندما كانت في 18 عاشت مع مختلف الأصدقاء، ولم يكن لديها منزل خاص لها، والآن لها شركة إنتاج خاصة بها، ناهيك عن سلسلة من الأفلام الكوميدية والرومانسية. سام وورثينغتون الممثل الإنجليزي الذي عاش في أستراليا معظم حياته اختبرته الحياة عندما كان يعيش بسيارته، وتستطيع أن ترى نجوميته في أفلام مثل صراع الجبابرة ورجل على الحافة. الدكتور فيل الخبير في علم النفس عاش بمدينة كانساس سيتي أثناء فترة سجن والده عمره 12 عاما بغرفة في جمعية الشبان المسيحية. المطربة جويل لطالما لعبت الجيتار من أجل كسب المال قبل أن تحقق نجاحاتها في صناعة الموسيقى، ففي 6 من عمرها عام 1995 ذاقت مرارة وقسوة الشعور بالبرد القارس بالأحياء الأمريكية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.